الأستاذ سمير؟ ايوه يا فندم. أيوة، السلام عليكم، أهلا يا أستاذ سمير. اهلا بحضرتك يا فندم، ربنا يعزك يا رب. يا هلا ومرحبا فيك يا أستاذ سمير. اهلا ومرحبا بحضرتك يا فندم. طبعا احنا نبغي نسمع تعليق حضرتك في موضوع اليوم، وهو ضرب الزوج لزوجته. يعني أنا بسألك سؤال يا أستاذ سمير، ما هو السبب اللي يخلي الزوج يضرب زوجته؟ والله انا عن نفسي لا اجد مبررا للضرب تحت اي ظرف من الظروف. نعم. لان العلاقه الانسانيه مهما وصلت يعني المشكلات والازمات وكل هذه الاشياء بين الرجل والمراه لا تصل الى حد ان يرفع الرجل يده ليضرب زوجته او يهينها. انا اؤمن تماما ان الضرب يؤدي الى انهيار العلاقه الزوجيه، وانا اتحدث كرجل. نعم. هناك يعني الكثير من النساء متمردات. الكثيرات من النساء يجعلن الرجل يصل الى حدود يعني ان يخرج عن اطار العقل يعني. ولكن انا مؤمن كما قلت لحضرتك انه مهما وصلت الازمه او المشكله لا تصل الى حد الضرب والاهانه. فانا ضد هذا الموضوع على طول الطريق، واختلف مع كل الرجال الذين يضربون زوجاتهم يعني. نعم. احنا يعني انا سألتك سؤال يا استاذ سمير بالنسبة للاسباب اللي تدفع الزوج مثلا لضرب هذه الزوجة. والله انا لا الاديان ولا الاخلاق ولا كل الاشياء الموجودة في عرف الانسانية. نعم، يعني هذه نقطة يا استاذ سمير، يعني نبي نقول احنا بالنسبة للضرب اللي احنا نشوفه، يمكن انت يمر عليك ظواهر ضرب او كثيرا. يعني كانت اذا انت يعني من الامور مثلا اللي انت سألت عليها، هل كانت امور تستاهل ان الزوج يضرب زوجته؟ لا، كل الامور التي يضرب فيها الزوج زوجته في هذه الاونه او في هذه الايام تافهه. نعم. يعني قرات خبرا في احدى الايام في الصحف لامراه، هقوله لك يعني هقوله لحضرتك كما نشر. نعم. العنوان الرئيسي: حلمي ان زوجي يضربني علقتين في اليوم. حلم السيدة. نعم. لماذا يا سيدتي؟ نعم. قالت لانه بيضربني 6 علق في اليوم. بيضربها ايش؟ 6 علق يعني على 6 يعني هي امنيتها تقل يعني عدد الضربات. هي نفسها يضربها مرتين يعني. هو بيضربها 6 مرات في اليوم، فهي حلمها كاتبه في الجرايد كده. والمبررات تافهه. يعني مثلا واحد يقول لك انا وانا خارج مراتي طلبت مني اجيب حاجه ازيد من اللي طلبتها بالليل، فلما يعني قلت لها ليس معي ما يكفي لشراء هذه المتطلبات، انفعل عليها رفعها على وجهها. يعني استاذ سمير من هذه الموقف، يعني هني يعتبر التركيبه النفسيه او الشخصيه لهذا الرجل، يعني شنو تحليلك لها؟ والله انا هقول لحضرتك هي ليست تركيبه الرجل. يعني انا لا، لهذا الرجل، لهذه الشخصيه. لا، هو اكيد مريض نفسيا. يعني كيف اؤتمن على عرض امراه، على شرف امراه، على امراه بعين؟ يبقى ما الذي يجعلني اصل الى هذا الحد يعني ان اتطاول؟ اذا هو رجل مريض نفسيا. اولا يا سيدتي العلاقه تقول انه لا ثقافه. احساس الرجل بانه اقوى من المراه وان المراه اضعف، رغم اني ارى ان قوه المراه في ضعف المراه. يعني الرجل المثقف، الرجل الواعي، الرجل المتزن يرى ان ضعف المراه هو في نفس الوقت هي القوة، لأن المرأة الضعيفة تستفز كل براكين الحنان في الرجل كي تتفجر. نعم. أستاذ سمير، يعني نبي نقول احنا يعني باختصار، ما هي الحلول التي تقوم بها المرأة بالنسبة لزوج بهذه الصورة، الزوج الذي يضرب؟ أمسك عليك لسانك، لا تتمردين عليه. عندما يصرخ في وجهك لا تردين عليه كلمة بكلمة. لا تقفين أمامه وهو عاصف في ذلك الوقت، لأن العاصفة تجتاح كل ما أمامه. نعم. عندما يصبح الرجل عاصفا أو تصل المرأة بالرجل إلى هذه الدرجة، فيجب أن يعني تتخذ مكان آخر، يعني تذهب إلى حجرتها، إلى الصالة، تبتعد عن وجهه حتى لا تزيد انفعالاته. نعم. لا ترد عليه كلمة بكلمة، لا تصرخ في وجهه، لأن الرجل لا يحب العناد. المرأة العنيدة هي التي تجعل الرجل يصل إلى هذه الدرجة من العنف
والتي بدورها تصل إلى حد الضرب يعني. نعم. فأنا أطالب كل الزوجات إذا يعني جعلت الرجل يصل إلى هذه الدرجة من الانفعالية لا تستمر، تبتعد عنه قليلا، تبتعد عن وجهه، وسوف الرجل بطبعه يهدأ. صدقيني سيذهب لكي يعتذر لها. نعم. إذا لم يجد ردا يوصله إلى قمة الانفعال. لكن عندما ترد عليه كلمة بكلمة، إهانة بإهانة، سوف تنتهي الحياة، وربما تصل إلى أن يتلفظ باللفظ الذي يهتز له عرش السماوات وعرش الرحمن يعني. نعم، أولا هو الطلاق، وحياذ بالله احنا فعلا نبغي أسرة متكاملة ومتوافقة. وشكرا وشكرا أستاذ سمير أبو الحمد. أشكرك يا فندم. أشكرك على هذه المداخلة الأستاذ سمير أبو الحمد الصحفي، وشكرا فعلا على هذه المداخلة الجميلة منك. طبعا أخوات المشاهدات، يعني احنا نبي نقول إن المرأة أيضا عليها مسؤولية كبيرة في استفزاز الزوج. احنا ما نقول انه هو من حقه انه يضربها، ولكن احيانا في طباع بعض الرجال العصبيه الزائده، ردود افعالهم غير متوقعه او ردود افعالهم تكون عنيفه. فعلى الزوجه ان هي اذا عرفت طبع زوجها مثل ما قال الاستاذ سمير، لابد ان هي تتحاشاه او تتجنبه، تحاول ان هي تهدي في المناقشه. اذا زوج من النوع اللي كان يعني نوع المناقشه الحاده يوصله الى الضرب، فهي ما تتناقش معه. اذا وجدته احتد ما تكمل المناقشه، توقف المناقشه فعلا وتبتعد عنه الى ان يهدأ، وترجع تتناقش معه في الموضوع في وقت اخر، يعني حتى هي تجهز يعني الجو المناسب او المناخ المناسب اللي ينفع ان هي تقعد تتناقش مع زوجها. فنبي نقول احنا كل زوجه طبعا تعرف طباع زوجها، لابد ان هي تحاول ان هي يعني من هذه الطباع او من خلال هذه الطباع تتعامل معه. وارجع اقول مو سبب انه هو ايضا يضرب هذا الزوج زوجته، يعني احنا ما قاعدين نبرر للزوج ضرب زوجته، احنا في كل الحالات الضرب ممنوع وغير مبرر للزوج، ولكن احنا قاعدين ايضا نعطي للزوجه بعض الامور اللي هي تخلي الرجل يستفز وممكن يضطر لضربها. لان نبي نقول ان احنا يعني كعرب تركيبتنا الجينية حارة، نبي نقول، او ان احنا عصبيين حارين، فدائما يعني عصبياتنا تغلبنا ولا شعوريا ممكن نخرج عن شعورنا. يعني نبي نقول ان ايضا رسالة للرجل، لابد انك انت تسوي كنترول على نفسك وتضبط نفسك، لان مو سبب انك انت رجل وان الله سبحانه وتعالى اعطاك الحق في تقويم البيت وتقويم هذه الاسره، وليس بالضرب. التقويم ليس بالضرب ولكن بالنصح والإرشاد. لابد أن يكون في نقاش ومودة ورحمة، والكلام يكون في حدود